شاهدنا جميعنا أمير قطر الأمير تميم يحضر هو ووالده الأمير حماد ووالدته أيضا الأميرة موزة في جميع مباريات المنتخب المغربي لدعم منتخب الأطلس، وشاهدنا كسره للبروتوكول تعبير عن فرحته الشديدة لانتصارات المغرب المتتالية كأي مشجع عادي في المدرجات. ولم يكتفي الأمير تميم بهذا فقط، بل قام بعد مباراة المغرب وأسبانيا وانتصار المغرب الساحق بإعطاء كل لاعب مغربي 200,000 دولار كتعبير عن شكرهم لإفراحهم الملايين من العرب الداعمين للمنتخب المغربي. وصحيح أن هذه المبالغ تعتبر كبيرة جدا، ولكنها أرقام عادية بالنسبة للاعبين كرة القدم. فحكيمي مثلا وصل عقده العام الماضي إلى أكثر من 65 مليون يورو. وليس هذا فقط، فقد وعد أمير قطر بمفاجأة كبيرة للشعب المغربي، وهي تفكيك ملعب 974 وإهدائه للمغرب في حال فوزهم على البرتغال. ولا ننسى طبعا جوائز الفيفا المخصصة للمنتخبات المتأهلة، حيث أعطت الفيفا المنتخب المغربي 10 مليون دولار في دور المجموعات كباقي المنتخبات المشاركة، وحصل أيضا على 13 مليون دولار عند تأهله لدور ال16، بالإضافة إلى 17 مليون دولار حصل عليها بعد وصوله لدور ربع النهائي. وطبعا الجائزة الكبرى للمنتخب ولجميع المغاربة والعرب والأفارقة هي فوز المغرب بكأس العالم إن شاء الله وتحقيق حلم الملايين. فإلى الآن كل المصادر تشير إلى فوز المغرب على البرتغال وتأهله لنصف النهائيات، ولكن طبعا العلم عند الله. إذا كنت من مشجعين المنتخب المغربي يرجى وضع لايك والاشتراك في القناة، فلا تنسى ترك تعليق لدعم منتخب الأسود.